باش يعرف الشعب الجزائري باللي أي مسؤول يحب يقوم بمحاربة مكافحة الفساد يتعرض إلى الموت، تهديدات بالموت. وأنا وزير يمدوا العنوان تاع ولادي وزوجتي في سويسرا، يعني توقف هذه التحقيقات وإلا نقتلوك، وإلا كان ما حكمناش عليك نقتل ولادك وزوجتك. قبل هذا الحدث عطاو لي حارس يبات معايا في الغرفة في الكلوب ديتا. الحارس هذا متر قريب مترتين، ما كانش إرهاب في وحدة الصعيد، ما كان حتى واحد مهدد بالموت ما عدا العبد الضعيف اللي راح يحكي معكم. حتى نلقى واحد النهار نبرك على هذا السيد اللي كان يحرص عليا باش ما يقتلونيش، الكوارت نتاعي في الفيلا تاع الكلوب دي تاع في الارض هو واحد اخر ما نعرفوش. كي بركت عليهم هربوا، كي رحت نشكي بهم للدرك قالوا لي نو هذوك الدي ار اس ما نقدروا والو، هما اللي الحمايه تاعكم، هما اللي يحميوك، هما اللي يحبوا كش ما عندهم، كش ما عندي ملفات قبل ما يطردوني من الحكومه يقول لك كش ما عندهم هذا الفساد. مانيش نبتعد على الموضوع مادام الموضوع هو مكافحه الفساد، باش يعرف الشعب الجزائري باللي اي مسؤول يحب يقوم بمحاربه مكافحه الفساد يتعرض الى الموت. ومن بعد ما طردوني من الحكومه عرضني واحد ما نسميهش، قال لك روح تتعشى عندي. كي رحت نتعشى عنده نلقى واحد من المدراء البنوك اللي طردت، لقيته معروض. قال لي واش داك سي بنوري؟ يا اخي قلت لك قبل شهر لما طردتني قلت لك تخلصها غاليه ما تفر غير فيك، هاني انا انت طردوك وانت وانا مقلبوني. يعني الوزير اللي جا بعدي انايا كلف بمهمتين حتى هو، مهمه واحده الاولى هي غلق ملفات الفساد، والمهمه الثانيه يرجع المدراء البنوك اللي طردت الى بوكل اي بوكلي. وعرضني نتعشى، قلت لك كيما واسمو، كي وصلني للباب من بعد العشاء قال لي نقول لك سي علي هذه العرضه ماشي هكذاك برك، العرضه هذه راهي امر جاني من فوق باش نوصل لك رساله، والرساله هذه راك رايح لسويسرا ورد بالك تحل فمك، ولو كان تحل فمك نقتلوك، وين تكون نقتلوك. وما خلاص، ولكن واحد ما يتغيرش على كل حال. كي وصلت ليه ما زلت ننشر وما زلت نحكي، ما سكرتش فمي كما قالوا لي، حتى يجيني واحد النهار واحد كولونيل من الدي ار اس هنا البيت، راك وحدك راني وحدي، يجي ليا ويتير عليا باش يقتلني ابوكم. منعت صفرت يعني هكذا.